السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل فطير الطاسة. معايا نص كيلو من الدقيق، وعليه رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر، وهنعجن بمية. بعد ما قلبنا الدقيق مع الملح مع السكر هننزل بالمية واحدة واحدة لغاية ما نعجن الدقيق في بعضه. واحنا عارفين ان عجينة الفطير بتبقى فيها سنة تلزيق بسيطة كده، بتلزق في الايد شوية. بس اهم حاجة في العجينة نخدمها. كل ما تعجني فيها وتديها قوي هتلاقيها مورقة معاكي وجميلة. تعجني فيها على قد ما تقدري كده، وبعد من كده تلمي العجينة، وفي الاخر خالص بمسحة زيت او مسحة سمنة تقومي لما العجينة في ايدك بتبقى عجينة ملساء ناعمة، وتسيبيها تريح شوية. تريح ما تخمرش، تريح، هي ما فيهاش حاجة تخمرها. الفطير بالذات يا جماعة كل ما تسيبي العجينة ترتاح هتاخدي نتيجة زي الفل. اهو كده بنلمها ببعض اهون. انا مسحت ايدي كده بسنة سمنة وبلمها في ايدي اهون، حاجة بسيطة يعني. واسيبها على كده تستريح شوية. كل ما تريحيه اكتر كل ما هيتفرد معاكي بسرعة وبسهولة ويكون احسن. وبعد كده هقوم جاية مقطعاه. بعد من كده هقوم جاية مقطعاه على حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها، او حسب الطاسة اللي عندك. ماشي. وممكن تعمليه وتسويه في الفرن عادي خالص. انا كورته زي ما انتوا شايفين كده، طلعوا معايا بالظبط 5 كور. وهسيبهم يرتاحوا شوية قيمة نص ساعة، وبعد النص ساعة دي هبدأ افرد فيهم. نصلي على النبي يا جماعة في الكومنتات، واللي عنده اي تعليق، عنده اي ملاحظة، يا ريت يكتبها. كلنا بنتعلم من بعض. واتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم جميعا ونستفاد منه. هتغطي عليها شوية وتسيبيها قيمة نص ساعة براحتك يعني. بعد كده نرجع ونفردها مع بعضنا.